جبت المنتجين دول لشفايفي، هما من نفس الشركه عامه، جايبهم اونلاين بسبب ان انا بقالي فتره او في فتره الامتحانات تحديدا عمال اكل في شفايفي لدرجه ان هي شققت وغمقت واتبهدلت وجفت، وكانت على طول مقشره وعلى طول بتوجعني وعلى طول بتجيب في دم اتبهدلت معايا جامد قوي. فقلت اما اجيبهم، هل الغالي تمنه فيه ولا الحاجات الطبيعيه والحاجات العاديه اللي موجوده في الصيدليه ام 10 15 جنيه دي هتفي بالغلط؟ هجرب قدامك ونشوف. هلوز، قبل ما استعمل اي حاجه هتغسلي وشك عادي وتجيبي قطنه وتحطي فيها تونر او مسلر ووتر او اي حاجه وتتاكدي ان شفايفك نضيفه تماما، مفيش عليها دخل في بقي. تمسحي كده بالراحه عشان بس تتاكدي ان شفايفك تمام مفيهاش اي حاجه. تاني حاجه هتجيبي طبق وشويه سكر، جيلي صبار، ميه ورد وعسل عشان احنا ما عندناش عسل، وقلبي كده واعملي بيهم سكراب على شفايفك بقى. لو انا اللي قلت لك تعملي كده، لو امك لا اله الا الله قالت لك تعملي كده، اوعي تعملي القرف ده، ارميه. السكراب هيشقق شفايفك اكتر، هيخليها جافه اكتر، هيغمقها هي وحوالين شفايفك. فمبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم هنرمي القرف ده وهنبدا في الماسك على طول. الاتنين ماسك والاتنين بيتحطوا بالليل، بس ايه الفرق بينهم بقى؟ تعالي نبدا بالنونو ده. قوامه تقيل تحسيه زبده كده، لكن ده قوامه خفيف حرفيا ميه. بصي خفيف خالص، هو مش خفيف قوي برضو يعني، ملمسه كريمي كده، ولكن ستيل اخف من ده كده بالنسبه للقوام. تعالي بقى نجرب ناخد حته كده اهو من ده اهو. بصي حته نونو، حته نونو لفوق كمان، وهتسيبيه على شفتك نص ساعه. عدت النص ساعه بسلام نمسح بقطنه عشان المنديل بيجرح سيكا. الله، هو انا حاسه انها بقت وردي سيكا وشفايفي كانت جافه سيكا، يعني كنت حاسه بيها. لا دلوقتي مترطب. تعالي نجرب التاني كده نفس الكلام ونسيبه برضو نص ساعه. بقولك ايه، انا مفيش 5 دقايق شفتي شربته مفيش. بصي مفيش اي حاجه، بصي بس هستنى شويه برضو هقولك ايه اللي حصل. عدت النص ساعه وتقريبا 80% منه اتشرب شفايفي شربته. نجيب قطنه جديده، مفيش اي حاجه بتطلع، مفيش اي حاجه بتطلع. بصي عارفين شفايفي شربته كله 80% منه بالظبط. انا حاسه ان ملمس شفايفي بقى عامل زي عارفه اللي هو كده. وعلشان الماسكات دي تديكي نتيجه احسن، فانا جبتلك ليب سيرم هيخليكي تبطلي تحطي روج، اللي هو ريا بيوتي. انت بتحطي نقطه كده كل يوم بالليل وبمنتهى البساطه هتبتدي ان انت تعمليه كده او تدلكيه بحركات دائريه على شفايفك كلها. المنتج ده بالذات قعدت تقريبا شهر بستخدمه متواصل، علشان كانوا بيقولوا ان هو بيكبر الشفايف، فكنت بستخدمه كل يوم بالليل بالطريقه الصح. في الاخر يعني كبر لي شفايفي حبه صغيرين جدا، ما كبرش اوفر يعني. ولكن فعلا وربنا شاهد على كلامي، انا عمري ما شفت شفايفي صحيه ووردي قبل كده ولا بعد كده. يعني انا بطلته فتره وفعلا لقيت ان الدنيا باظت عندي، لما رجعت له كل حاجه اتظبطت. فده من اكتر السيرمز او اكتر الحاجات اللي استخدمتها لشفايفي وعجبتني بشكل غير طبيعي. انا مش دايما بشكر في حاجه الا لما اكون فعلا عجباني. المهم هتفضلي تدلكي لحد ما شفايفك تتشرب كل السيرمز. واخر حاجه خالص حط بقى المرطب. الحاجات دي تستخدميها لو انت عايزه فعلا نتيجه فوريه من اول او تاني مره. عندك مناسبه، فرح، عيد، يومين 3 بالكتير، وفعلا هتلاقي فرق ملحوظ. باي.